انت معلمه مبتدئه 5 حاجات هقول لك عليهم هتخليكي تشرحي للاطفال معاكي بسهوله وكمان تجذبي انتباههم طول فتره الشرح. اول حاجه نغمه معينه. يعني ايه نغمه معينه؟ يعني وانت عايزه تشرحي للطفل خلي بينك وبينه نغمه معينه. يعني الاطفال كلهم مهرجلين في الفصل، انت عايزه تجذبي انتباههم بكلمه واحده، حددي اي كلمه معاهم. يعني مثلا زي كلاس كلاس، زي نغمه سبونج بوب، انك تندهي عليهم هم يردوا عليكي، وبالتالي انت كده جذبتي انتباههم انك تشرحي. تاني حاجه وهي الوسيله بتاعتك. الوسيله بتاعتك لازم تكون جذابه اول ما تحطيها قدام الطفل، فبالتالي هو لو ماسك حاجه في ايده هيسيبها ويركز معاكي. تالت حاجه الشرح المبسط. يعني ايه الشرح المبسط؟ يعني دايما وانت بتشرحي حاولي تشرحي المعلومه بكلمات قليله سهله الاطفال يفهموها، وكمان في نفس الوقت توصل المعلومه. رابع حاجه الاسئله التنافسيه. يعني ايه الاسئله التنافسيه؟ يعني وانا بشرح اخلي دايما اسئله اسالها معاهم وسط الشرح بحيث اعرف هم مركزين ولا لا، وخلي الاسئله ما تكونش معقده قوي وفي نفس الوقت ما تكونش سهله قوي بحيث ان نعرف هم مركزين ولا لا. خامس حاجه استراتيجيه المعلم الصغير. يعني ايه استراتيجيه المعلم الصغير؟ يعني وانا بشرح بعد ما اخلص شرح اقول مين هيقوم يشرح لي الجزئيه الاولى من الدرس، فهطلع حد يشرحها لزمايله، وبالتالي هو هيشد انتباههم اكتر مننا احنا كمعلمين، وبالتالي تبدلي مع حد من زمايله طول ما انت بتشرحي وبس كده. اما بالنسبه لاساليب التقويم فسيبها لك في الفيديو الجاي. باي.